بالنسبه للعجين كنعملوا الكاس اللي كنعبروا عليه به هو اللي كنمشيو به في كلشي. عندنا هنايا 3 الكيسان طحين بريميرا طحين بيض، وواحد الكاس طحين فينو، وعندنا هنايا نص كاس زيت، عندنا معلقه كبيره السكر وواحده صغيره الملاحه عامره، وهنايا كيكون عندنا كاس الحليب كنعملوا كاس الحليب دافي معاه معلقه الخميره الخبز. اول حاجه كنحطوا الملح والسكر ونكبوا الزيت ونخليوهم يدخلوا ببعضهم صافي تخلطوا مزيان. هانتوما حتى كيرجع الطحين بحال اللي مرمل. صافي دابا نكملوا على العجينه ديالنا. دابا نزيدوا ديك الحليب اللي عندنا مع الخميره. صافي العجينه ديالنا واجده، غنغطيوها ونخليوها واحد 45 دقيقه باش تخمر. بالنسبه للتعميره باش غنعمروا ديك الخبيزات، عندنا هنايا البصل والثوم، فلفل خضر وحمار، عندنا الدجاج مقطع صغير، عندنا هنايا الزيتون ومعدنوس. بالنسبه للتوابل عندنا الابزار، سكينجبير، كركم، توابل الدجاج، كاري، عندنا هنايا موطه خردل وتوم باودر شويه وملح وكنور، وهذه الهريسه. صافي كنعملوا شويه زيت الزيتون في المقله وكنعملوا له هذيك البصل والثوم، كنشحروها غير شويه، غير كتبدا تشحر كنزيدوا لها ديك الدجاج. غير كتبدا شويه تشحر ديك الدجاج كنزيدوا له الفلفل اللي عندنا. هاد الحشوه هذه كتجي غزاله كتحمق لذيذه. صافي دابا كنزيدوا لها ديك التوابل كامله. دابا ملي كتخمر العجينه كنقسموها على جوج وكنخليوها ترتاح. صافي ملي كترتاح كنطبقوها ونطبقوا حتى اخرى. اليوم نعملهم صغيورين، المهم كنعملوا العجينه ونعملوهم هما هكذا وفوق منهم موتزاريلا، وغادي نجيبوا العجينه اخرى كتكون مطلوقه عندنا ونعملوها فوق منهم. كنجيبها هكذا القطاعه وكنقطعوا. صافي دابا كتكون عندنا المقله كندهنوها كنمسحوها بالزبده ونعملوهم يطيبوا. ملي كيبداو يطيبوا هذا كنبقاو نقلبوهم.